ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نخلل اللفت. انا جبت اللفت نقعته في ميه لغايه لما الطينه اللي كلها نزلت فيه، وبعد كده رحت منضفاه زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى بقطعه. انتي طبعا بتقطعي زي ما انتي عايزه، بيبقى فيه قطعه كده مشرشره لو انتي حابه يكون ليه شكل، بس انا ما عنديش القطعه ديت. في ناس بتبقى مش عايزه تقطعه اصلا، بتحطه زي ما هو، بتشقه بس من فوق كده شقتين وبتنزله زي ما هو كده، وبعد ما بيستوي بتروح مقطعاه. في ناس بتبقى عايزة تقطعه كبير، في ناس عايزة تقطعه صغير، ده كله حاجة على حسب ما انتي حابة تبقى عاملة ازاي. انا بحب العروق بتاعته دي برضو ان انا اخللها تبقى طعمها حلو. وطبعا اللفت عايز بنجر. انا جبت بتاع حوالي كيلو ونص بنجر. عملت منه حوالي 3 أو 4 بنجرات في المخلل اللي انا عملته ده، والباقي طبعا بحطه في الصلصة مع صلصة المكرونة او صلصة اي حاجة انتوا حابينها، بتدي طعم وفي نفس الوقت لون حلو قوي للصلصة. المهم يا بنات، اللفت كتير قوي في السوق حلو. انا كنت بحط كل مثلا رصة كده بحط شوية بنجر فيها عشان تدي لون حلو. دلوقتي بقى احنا هنبتدي نعمل المية. انا كنت قبل ما اعمل اللفت المخلل كنت بسأل المفروض احط ملح قد ايه، او ايه كمية الملح اللي انا احطها، لغاية لما لقيت حد ساعدني وكان بيقولي ان كل كوباية مية عليها معلقة ملح، ده كده هيطلع معاكي الملح ايه، مظبوط. لكن انتي لو عايزة الملح بتاعه ما يبقاش زيادة او ما يبقاش يعني يكون دلع سنة او ما يبقاش مالح اللي هو المظبوط، هتحطي كل 5 كوبايات مية 4 معالق ملح، زائد كل 5 كوبايات مية بتحطي عليها معلقة سكر. السكر ده مادة حافظة، هتحفظ لك المخلل في نفس الوقت. هتديلك قرمشة حلوة قوي لللفت. انا هنا بعد المعالق بتاعة الملح. انا حطيت تقريبا 10 كوبايات مية عليهم 9 معالق ملح في اللي هو البتاع بتاع المخلل الكبيرة دي. انا كمان قطعت زي ما انتوا شايفين كده بنجر عشان خاطر لونه ينزل في المية، وانا بنزل المية ما تبقاش المية سادة، لا تبقى المية كمان ملونة كده، لون حلو زي بينك كده. بقلبها كويس جدا لغاية زي ما انتوا شايفين كده المية كلها خلاص، السكر مع الملح كله داب. المية بتبقى دافية شوية متبقاش سخنة، وحاولوا تطهروا المية اللي انتوا هتدخلوها، يعني لازم تسخن كويس، تغليها كويس، وبعد كده تسيبيها تدفى خالص، وبعد كده تبتدي تحطيها. لو مش عايزه تعملي خطوه ان انت تسخني الميه دي عادي، عايزه تحطي ميه ساقعه عادي مفيش مشكله. واحنا بقى لازما نقفل كويس على البرطمان بتاعنا عشان خاطر ما يطلعش منه اي هوا. انا حطيت كيس بلاستيك عشان خاطر ما يطلعش عشان نقفله على الهوا وما يتسربش جواه اي هوا. وده بعد ما تخلل خطير يا بنات، خطير، لونه جميل تحفة وطعمه تحفة. الملح بتاعه حلو قوي لدرجة ان انا كنت بشرب المية بتاعته من كتر من ان هو مش مالح بالنسبة لي خالص. جربوا يا بنات، هيعجبكم جدا. بالهنا والشفا ليكم.